6 أيام بعد نقل الحارس الدولي للمنتخب الوطني ونادي الجمارك إلى الإنعاش من تدريبات ناديه، والكرة الوطنية في ترقب لعل خبرا يفرج همها ليأتي خبر الرحيل فيخيم الحزن على الأوساط الرياضية. محمد المختار رغم حداثة سنه إلا أن رحيله ترك فجوة في حياة زملائه، فبعد أن أكمل فريقه استعداداته لنهائي كأس رئيس الجمهورية لملاقاة واذبو، جاء الإعلان عن رحيله مؤجلا النهائي. صبيحة السبت 16 من مارس أعلن بنواكشوط عن رحيل الحارس محمد المختار، أحد أبرز الحراس الوطنيين الشباب وحامي عرين نادي الجمارك، عن عمر لم يتجاوز بعد 22 ربيعا. محمد المختار المزداد سنة 2002 التحق بشغفه الكروي مبكرا من بوابة وداد عرفات، ليتدرج بعدها في الأكاديمية الوطنية لكرة القدم، حتى شارك مع المنتخب الوطني الأول في كان الكاميرون سنة 2021 ولم يبلغ بعد سن 20. ومثل الحارس المنتخب الوطني للشباب في كأس إفريقيا التي احتضنتها العاصمة نواكشوط، مقدما أداء بطوليا جعله محل أطماع فرق البطولة الوطنية، ليخطف الجمارك ختمته في عودته لدوري الأضواء سنة 2021. يدرك أبناء أحمد الكوري أن الراحل كان جزءا من نجاحهم الكروي في ظرف موسمين ببلوغهم لنهائي كأس رئيس الجمهورية، بل أبعد من ذلك، صدارتهم لترتيب الدوري لهذا الموسم حتى اللحظة. رحل محمد المختار في زهو شبابه، لكنه كان شبابا استثنائيا في تدينه، في تعاملاته، في تفانيه خدمة لمهنته، دفاعا عن وطنه. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.